سعيدة يا سوسو. سعيد. ايه يا ترى طبخان لي ايه النهارده بقى؟ صينية بطاطس برضو؟ انت كمان هتتريق عليا؟ ولا يمكن صينية كوسة؟ ما هو انت بقالك شهرين ثلاثة يا اما تطبخي لنا صينية بطاطس يا صينية كوسة يا صينية بامية، المهم صينية في الفرن وخلاص. الظاهر ان دي اسهل حاجة عندك، تحط الخضار واللحمة في الصينية وتدخليها الفرن ساعتين ثلاثة تستوي، مش كده برضو؟ معرفش. على كل حال انا جعان جدا ومستعد اكل اي حاجة من ايديك الحلوة دي. اوعى سيب ايدي. طب يلا يلا يا ست امال، اديني قلعت ولبست لوحدي من غير ما اقومك على السرير. تسمعي تقومي بقى تحضري لنا الغدا؟ ولا اقول لك استني لما ماما ومواهيبه ياكلوا وبعدين نبقى ناكل احنا لوحدنا بمزاجنا، مش احسن برضه؟ لو كنت مستعجل روح كل معاه. انا فعلا مستعجل جدا لاني جعان جدا، لكن مستعد مع ذلك استنى صينيه البطاطس الرائعه اللي انت عاملاها. صينيه البطاطس اتحرقت. اتحرقت ازاي؟ اللي حصل. الله، وايه اللي حرقها؟ انا عارفه بقى ايه اللي حرقها، اتحرقت وخلاص. فهمت. فهمت ايه؟ فهمت ان صينيه البطاطس اتحرقت لوحدها. لا يا شيخ بتتريق حضرتك. امال هعمل لك ايه بس؟ ما هو مش معقول كمان الواحد يعرف يطبخ في حق متر في متر و20 واحد واقفين على دماغه. وال20 واحد دول جم منين بقى؟ انا ما اعرفش اطبخ في مطبخ بالشكل ده. ليه؟ ما انت بتطبخي يوم وماما بتطبخ يوم. لا يا سيدي النظام ده بيتلخبط، والنهارده كانوا هم كمان بيطبخوا. ليكن، وهو ده اللي خلى صينيه البطاطس تتحرق؟ طبعا. معنى كده بقى ان احنا مش هناكل النهارده ان شاء الله. ابعت بهنا تجيب لك حاجه من السوق. وانا ابعتها ليه؟ ما هو المصروف معاك انت. المصروف خلص. امال هناكل ازاي من هنا لاخر الشهر؟ ده لسه ناقص 5 ايام عبال ما اقبض. يعني ما معكش فلوس خالص؟ لا طبعا ما معيش ولا مليم، وانت عارفه كويس ان انا بروح المصلحه ماشي وباجي ماشي بقالي كام يوم، حتى السجاير مبطلها من يوم الجمعه اللي فاتت. ما اعرفش بقى اتصرف ازاي وانت حرقت صينيه البطاطس؟ حاكمني بقى، علق لي المشنقه. لا يا ستي، لا هحاكمك ولا علق لك المشنقه، انا سايب لك الاوضه وخارج. دي حاجه كده. ما تيجي يا سامي تتغدوا معانا يا ابني، الاكل ما هو كتير اهو. او ما اغرف لكم يا حبيبي. انا مش عارف سعاد مالها مقلوبه كده دايما، الواحد مش عارف يكلمها خالص. معلش طول بالك عليها شويه، روح اندهلها يا وهيبه خليها تاكل لها لقمه معانا، هو احنا مش اهل؟ وايه يعني لما اتحرقت صينيه البطاطس؟ اقعدي يا مهيب. يا ابني ونسيبها كده جعانه يا كبدي، مش معقول. بقول لك اقعدي، سيبيها اهي معاها المصروف تشتري لنفسها اللي هي عايزاه. طب اقعد انت كل لك لقمه. والله يا ماما ماليه نفس، كنت جاي جعان خالص، نفسي اتصدت. من ايه يا ابني؟ من اللي حاصل ده، لا الواحد عارف يستريح في شغله ولا هو عارف يستريح في بيته كمان، عيشه بقت زفت. صلي على النبي يا ضنايا، صلي على النبي. اقعد يا حبيبي كلك لقمه، ده طبيخ امك وهيبه. انا هقعد معاكوا كده على السفره وخلاص. بس اقعد دلوقتي تتفتح نفسك. هتتفتح منين بس يا ماما؟ اذا كانت الست طول النهار والليل لويالي بوزها ومحدش عارف يكلمها. معلش بكره تعقل. يوه دي ست ساعات خارجه. الله، على فين كده؟ لابسه ورايحه على فين؟ رايحه بيت بابا. اشمعنى بقى؟ كده. تعالي هنا، طلع فين؟ اوعى سيبني من فضلك، روح انت كل مع الست والدتك. طب بس تعالي خش جوه بلاش فضايح. بقول لك سيبني. خدها وخش اوضتك يا ابني، بلاش زعيق على البسطه. مش انا اللي بزعق يا بنت، انا قلت حاجه. يعني تعالي خش اوضتنا ونتفاهم. اوعى كده ما تزقنيش. خش بقى بلاش عصب. كده انا بنت دراعي. ايه الحركات السخيفه اللي بتعمليها دي؟ انت اللي سخيف وما عندكش ذوق كمان. بلاش قله ادب احسن لك. افندم بتهددني حضرتك؟ اقعد. ما تزقنيش بقول لك. طب اقعدي. لا مش قاعده، ما اشوف هتعمل لي ايه. مش عاوزه اقعد في البيت ده بعد كده، مش عاوزه اقعد معاك بعد النهارده. ليه بقى يا ستي؟ كده ازاي حضرتك تسيبني وتروح تاكل مع امك؟ معناتها ايه دي، بتهزقني؟ وهعمل لك ايه؟ ده دمت حرقت صينيه البطاطس. مش انا اللي حرقتها، امك هي اللي حرقتها. ما تقوم يا ست تشوف الحكايه دي لا يمسكوا في بعض. يا وهيبه انت سامعاها بتقول ايه بقى؟ انا اللي حرقت صينيه البطاطس دي. معلش يا ستي، ده سسام النار طالعه من حباب عينيه، لا يمسك في البيت انت بتضربني يا سامي؟ انت كمان بتمد ايدك عليا؟ طب تشتيني وقعد ده انا اعترف دقيقه واحده في البيت. ايه يا بنتي بس رايحه على فين؟ اوعي سيبيني، هو في حد جايب المصايب دي كلها غيرك؟ انا يا خبر. نون ده، وبمناسبة ايه مد ايده عليكي؟ عشان صينية بطاطس اتحرقت؟ هو مش عارف انت تبقي بنت مين؟ انا مش عاوزه ارجع البيت ده تاني. وهو انا مستغني عنك؟ ده انت اللي حلت في الدنيا كلها، وطول ما بيت ابوكي مفتوح لا يمكن حد يقدر يمسك بسوق ولا يدوس على طرفك الا اللي يضربها قلم ده. ارجوك يا بابا تخلصني من الجحيم اللي انا فيه ده. طبعا تخلصي منه، هو انت تقدري تعاشريه بعد كده؟ النهارده ضربك قلم، بكره مين عارف يعمل فيك ايه؟ وانت شخص متعلم قال، وكمان معاه بكالوريوس تجاره عليا، امال لو كان جاهل كان عمل ايه؟ دي اهانه لا يمكن اسكت عليها، انا لازم اروح له دلوقتي حالا واشوف شغلي معاه. اهلا وسهلا اسماعيل بيه، اتفضل حضرتك في اوضه الصالون، اتفضل. ده اسماعيل بيه يا ستي. ايه؟ قوم يا سامي انت استقبله عبال ما البس الطرحه بتاعتي. شوف عايز ايه؟
البت ما ست سعاد راحت تبكبك له اللي بيها الراجل حط رجله في تاكسي وجا على ملاوشه. طب روحي انت اعملي لنا قهوه. طلعي الفناجين الجديده اللي في البوفيه والمفتاح عندك في الدرج. حاضر. اهلا اهلا وسهلا اسماعيل بيه. اهلا وسهلا امينه هانم. انست وشرفت. في من زمان ما حدش بيشوفك يا اسماعيل بيه. الدنيا مشاغل وهموم يا امينه هانم. ربنا يكون في عوننا جميعا. الله، امال سعاد ما جاتش معاك ليه يا اسماعيل بيه؟ وعايزاها تيجي معايا بعد اللي حصل. ربنا يهدي سرهم، والنبي ده اللي حصل النهارده ما كان له لزوم ابدا. وازاي تحصل الحكايه دي؟ انا عارفه يا اسماعيل بيه، اهم دايما يشدوا سوا كده، لسه شباب على كل حال. يا امينه هانم، انا عشت مع المرحومه اختك 35